ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ قناة كيميت. النهاردة هنتكلم عن مشتريات وتفريزات البيت قبل الولادة. انا اتفاجئت بمامتي جايبالي حاجات. انا كان المفروض ان انا هجيب حاجات، فهي سبقتني وجابت حاجات للبيت ان انا اخزنها قبل الولادة بتاعتي، لان انا خلاص قربت اولد. فطبعا هيبقى عندي حاجات موجودة في الفريزر وفي التلاجة. فهي بدأت جابت لي ما شاء الله بانيه، وجابت لي لحمه، وجابت لي لحمه مفرومه، وجابت لي سمك وسجق، وجابت لي 3 فرخات بلدي وفرخه شوي. ما شاء الله يعني. بصوا، ده كل ده الخير بتاع امي. بصوا، دي الحاجات دي لازم تبقى موجوده عندنا. بصوا ما شاء الله. اي واحده بتولد لازم ان هي تجهز حاجات على الاقل ال15 يوم الاولانيين من الولاده. ما بتبقاش قادره تنزل، ما بتبقاش قادره لو فاتحه قيصري مش هينفع ان هي تفتح تنزل تتهوى او تنزل تحت تجيب الحاجه. وطبعا بيبقى البيبي معاكي. بصوا، عامله لي برطمان زيتون كبير، يعني هي مجهزاني على الاخر في كل حاجه. بصوا ما شاء الله يعني. بتجيبي لحمة وفراخ وبانيه وسجق وكبدة. هو في جزء تاني لبقية المشتريات او بقية الحاجات. بصوا ما شاء الله. بصوا برطمان الزيتون، زيتون على فلفل على ليمون، 5 كيلو ما شاء الله. وجابت لي شوية خضار. طبعا هم عشان هيجوا يبقوا كمان يطبخوا. بس ما شاء الله جميل. ودي مشتريات الخزين بتاعنا. بصوا، جابت ملوخية خضرة متقرطفة، وجايبالنا خضرة، وجايبالنا بصوا ما شاء الله. الخضرة دي انا بقطعها وبحطها في الفريزر. وفي عندي الملوخية، هي جايباها متقرطفة يا دوبك هتتغسل وافرزها. الورقة بتاعتها تجنن ما شاء الله. هنا الخضرة بتاعتنا والملوخية اهي. نسيت قرن فلفل في الخضرة. وجايبالي بتنجان متقور وفلفل رومي وكوسة متقورين. وجايبالي الحشو بتاع الكوسة علشان خاطر احطه في الحلة. بصوا جايبهولي. مجهزاني لأكلة المحشي العظيمة. جايبالي بصل، جايبه ما شاء الله كمية بصل حلوة. وجايبه فلفل الوان علشان خاطر الفلفل الالوان، هي عارفه ان انا بحب الفلفل الالوان. صوص طماطم، جايبه كميه طماطم حلوه جدا غير الطماطم اللي متفرزه في الفريزر. كل الخير. وجايبه ليمون، جايبه فلفل حامي وفلفل رومي.
دي الحاجات اللي تبقى موجودة في الخزين بتاعك، غير طبعا خزين الدولاب اللي هو النواشف زي الرز والمكرونة والحاجات دي. وجايبالي فول عشان الفريزر، وجايبالي طعمية نية او طعمية مش مستوية يعني برضو الفريزر بتاعي. عندك خزين الدولاب بيبقى فيه حاجات تانية زي السكر والزيت والرز والمكرونات. ده خزين الدولاب. ان انتي عندك بيبقى فيه كذا نوع خزين. وجايبالي علبة مرق الدجاج، لازم بيبقى موجود عندك. يعني خزين السكر علشان لو انتي هتعملي رز بلبن، هتعملي حاجة. خزين الرز لو انتي هتعملي عقيقة او هتعملي او في ناس جايالك. خزين المكرونة طبعا لو انتي هتعملي صواني. وخزين السمنة. يعني ده خزين الخضار وخزين اللحمة والفراخ. في كذا نوع من انواع الخزين المفروض ان انتي تعتمدي عليهم في خلال الفترة اللي انتي مش هتنزلي فيها. ويا رب يكون ان شاء الله الفيديو عجبكم، عقبال مشتريات ولادتكم كده هو. وان شاء الله باذن الله يبقى فتحة خير عليا، والبيبي يجي معافى كويس. ادعوله وادعولي. واستودعكم الله الذي ان شاء الله لا تضيع ودائعه، قناة كيميت.